لو عايز تعرف ايه اللي حصل في ماتش الاهلي والاتحاد السعودي خليك معايا وانا هقول لك على كل حاجه. نلتقي بعد الفاصل. الحمد لله والشكر لله، الاهلي قدر يفك عقده الاتحاد السعودي. الكلام اللي انا بقوله ده الناس القديمه الاهلاويه القدام هو اللي عارفينه، لان الاهلي كان عنده عقده من الاتحاد السعودي زي ما منتخب مصر كان عنده عقده من منتخب المغرب. منتخب مصر عنده عقده من منتخب المغرب ما فازش عليه ابدا من الثمانينات. اخر مره كنا فزنا على المغرب كان في الثمانينات بقدم طاهر ابو زيد، الجون الفاول الشهير. لحد ما ربنا كرمنا برضه بابن الاهلي كهربا وقدر يفوز على منتخب المغرب ويفك العقده. انا بابا يلا. برضه كان عندنا عقده من الاتحاد السعودي. الاهلي اولا من تاريخ مواجهاته، وبرضه الاهلاويه القدام عارفين الكلام دوت، كان عنده عقده من نادي الاتحاد السعودي انه ما بيفوزش عليه ابدا. الاهلي قابلهم قبل كده حوالي 4 مرات، ولكن دايما الاهلي يا بيتعادل يا بيخسر. مره تقريبا كل المرات في التسعينات، مره سنه 92 في بطوله النخبه العربيه انتهت بالتعادل 2-2، ومره سنه 95 في بطوله انديه العرب ابطال الدوري وفاز الاتحاد السعودي 3-2، ومره في اواخر التسعينات كان ماتش مسخره بصراحه على الاهلي وخلص 3-0 للاتحاد السعودي. المره الاشهر بقى والاكبر هي مره كانت في كاس العالم للانديه 2005 بقياده النجم محمد نور، وخلص الماتش ده 1-0 للاتحاد السعودي. وكان طبعا الجيل الذهبي للاهلي ابو تريكه وبركات وعماد متعب والكتيبه كلها. ده بانه هيبقى مرار طافح. المره دي بقى الاهلي دخل بنظام مختلف خالص وبروح جديده وعايز ان هو يعدل الكفه. ماتش صعب جدا ان انت تشوف الاهلي بيلعب كده. الاهلي عمل كل حاجه صح انت ممكن تتخيلها، ضغط، هجوم، دفاع، حراسه مرمى، كله كان مركز النهارده زي ما يكون جاي بيدافع عن ارضه وعن بيته وعن شرفه. النادي الاهلي لعب ماتش افضل ما يكون، تحس ان محمد الشناوي كان قارع دية ياسين على المرمى بتاعته. اللهم قوي ايمانك. اللعيبه نازله بتفتري، اللعيبه نازله بتاكل النجيل، بتعمل كل حاجه تقريبا، بتهاجم يمكن من اقل فرصه بتسجل، وده توفيق كبير جدا. ضربه جزاء محمد الشناوي يتالق ويصدها، حتى الكره اللي بتعدي اللي كان شكلها وحش قوي على الشناوي اللي عدت ما بين رجليه برضه تروح تخبط في العارضه. كل اللي عمله كريم بنزيما ما فاتش، كل الحاجات اللي كريم بنزيما كان عايز يعملها ما نفعتش معاه. كريم بنزيما ما قدرش يعمل اي حاجه، ولا هو ولا كانتي ولا اي حد من اللعيبه اللي كانت في الاتحاد السعودي. اللعيبه الاوروبيه دي كلها عرفت تاكل مع اللاعب المصري. اللاعب المصري قدر يتفوق على كل الاسامي. امام عاشور حريه الحركه اللي هو كان واخدها في الملعب النهارده ساعدته وساعدت فريق الاهلي انه يظهر بشكل اكثر من رائع. حسين الشحات جاب هدف عالمي من ريحه مؤمن زكريا. الجون ده مش عارف ليه اول ما دخل افتكرت على طول جون مؤمن زكريا في الترجي. خش على اليوتيوب وهات الجون ده وهتلاقي ان الهدف فعلا بالكربون، هدف ارطوف البعيده يتدرس زي ما قال الكتاب. حسين الشحات بيحط هدف عالمي هيتحط في ذاكره كل الاهلاويه. والله الراجل ده بيتكلم كلام زي الفل. النادي الاهلي قدر يمتع جماهيره ويثبت لهم ان هو فعلا في المواعيد الكبرى بيبقى موجود. النادي الاهلي عمل كل شيء صح انت ممكن تتخيله، وكل اللي انت بتحلم بيه هتلاقيه في الماتش ده. هجوم شغال على اعلى ما يكون، خط نص على اعلى ما يكون، دفاع على اعلى ما يكون، حراسه المرمى النهارده كان برضو على اعلى ما يكون. شابوه كل اللعيبه، انا مش عايز اتكلم على لعيب بعينه لان اللعيبه كلها كانت ظاهره بمستوى كويس طبعا، ما عدا التغييرات اللي نزلت في اخر الماتش، سواء مودست اللي خد كارت احمر مجاني، وسواء طاهر اللي نزل مش عارف هو بيجري فين. السوليه نزل عمل له اسيست عالمي، بس طبعا طاهر كان مغيب ما فهمهاش، لكن مش بهلوم على حد. الماتش كان جميل جدا 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 جدا، ويا بخت الاهلاوي، يا بخت الاهلاويه في فرقتهم، فريق محترم جدا جدا بيشرف المصريين كلهم. وبصراحه هو النادي الاهلي الوحيد اللي في مصر اللي بيقدر يشرف بلده وبيقدر يشرف جماهيره وبيقدر يقول لكل الدنيا ان مصر فيها كوره، مع ان فعلا مصر ما فيش فيها كوره، ولكن الاهلي دايما بيصدر صوره طيبه عن الكوره المصريه. اتمنى ان كل الفرق تعمل زي الاهلي، ان هي تيجي في المواعيد الكبرى وتشرف جماهيرها وتشرف لاعيبتها وتشرف كل شعبيتها، لان بصراحه حال الكره في مصر بقى يصعب على الكافر. علي النعمه انت بتتكلم صح. طبعا بيتكلم صح ازاي بس يا مرسي؟ الراجل بيتكلم صح. ولكن النادي الاهلي قدر يعمل الصعب، قدر يفوز على فريق تقيل، قدر يعلم على الاتحاد السعودي في بصراحه اللي كانوا مستهينين جدا
بلعيبه النادي الاهلي، وكانوا مستهترين جدا بلعيبه النادي الاهلي، وتحس ان فرقه الاتحاد كانت نازله مصدومه من اداء النادي الاهلي، وما قدروش يعملوا اي حاجه، مهما غيروا ومهما عملوا ما قدروش يغيروا اي حاجه. النادي الاهلي بصراحه انا اتفرجت عليه استمتعت بالماتش جدا جدا جدا، وباذن الله مشاركه النادي الاهلي في كاس العالم للانديه المره دي هتبقى مشاركه مختلفه، واتمنى لهم التوفيق. قول يا ستموني قول. في نقطه بس على مدحت شلبي، يعني مدحت شلبي مشكلته ان هو خلاص اشتغل بره، فبقيت تحس انه خايف على كلامه، مش عايز يدوس قوي في الكلام، خايف على احساس النادي الاتحاد السعودي، وخايف على احساس السعوديين عشان ما يزعلهمش. مدحت شلبي بقى صعبان عليا بصراحه، عايز ينفعل في كلام وعايز يشجع الاهلي وفرحان لفوز الاهلي، بس كاتم فرحته يا عيني، مش قادر ينسجم بصراحه. برافو عليك. بس انا عذره الحقيقه، يعني هو صعبان عليا وانا عذره، هو عايز يفرح معانا وعايز يتكلم وعايز يقول بقى معلول حط الزغلول وكل الكلام الحلو بتاعه ده، ولكن هو خايف على زعل السعوديين، وهو عنده حق بصراحه، اكل عيشه يا جماعه ما حدش يقدر يلوم عليه. الف مبروك للنادي الاهلي، الف مبروك لجماهير النادي الاهلي، وان شاء الله المشاركه دي تبقى مختلفه عن كل اللي فات، وباذن الله الاهلي يوصل لابعد نقطه في البطوله دي ان شاء الله. سلام. خلاص. امال حضرتك فاكر ايه يعني؟